هنا بلانر دكان سعادة الأسبوعي. احنا عندنا بلانر أسبوعي وبلانر يومي بيكفوا سنة. الديزاين هنا بسيط جدا، عملي بشكل كبير قوي. طبعا أول حاجة ورقة الأهداف، أنا عايزة أعمل إيه خلال سنة 2023. بعد كده المخطط الشهري، كل شهر مختلف اللون بتاعه، وكل شهر ليه الكتب والعادات، وكل شهر ليه اسمه. وهنا المناسبات او المواعيد، وكل شهر طبعا ليه تحدي مختلف. بعد كده كل اسبوع فيهم صفحتين زي كده، الاهداف الاسبوعية وباقي ايام الاسبوع. الدنيا هنا ملخصة جدا للناس اللي بتحب تنظم الدنيا بسرعة جدا. تبقى مثلا الأسبوعي لبره البيت، والبلانر اليومي لجوه البيت. طبعا على حسب الاستخدام، دي مناسبة للناس اللي بتشتغل أكتر، الناس اللي بتحب تلخص كل حاجة خلال الأسبوع وتبقى الأسبوع كله قدام عينيها. يجي آخر كل شهر في التقييم الشهري، ودي من الورقات المهمة جدا. عملت ايه انا في الشهر، واهم انجازاتي واهم الاهداف والذكريات والمناسبات والحاجات اللي اتعلمتها، والاهداف اللي انا محققتهاش ليه. دي من الحاجات المهمة جدا خلال كل شهر، ان انا اقدر اقيم انا ايه المشكلة اللي عندي خلال الشهر ده علشان اتخطاها خلال الشهر اللي بعديه. وطبعا كل اخر شهر هنلاقي موضوع التقييم، ونلاقي الصفحة الفاضية اللي انا ممكن اكتب فيها اي حاجة انا عايزاها او ان انا عايزها خلال الشهر الجديد.